هنا سأقف قليلا احتراما وتقديرا وعشقا لأسود الأطلس صناع التاريخ. الله، الوطن، الملك محمد السادس. ده اللي اتعلمناه من الشعب المغربي. انا عايز اللايف ده والفيديو دوت يوصل للعالم كله. انا عايز الفيديو ده يظهر لكل العرب قبل ما اتكلم، وقبل ما اتكلم عن فوز المغرب افريقيا على حساب بلدي مصر. مصر ما خسرتش النهارده، بلدي مصر ما خسرتش، لان المغرب ومصر اخوه وواحد، ومفيش حد هيفرقنا عن بعض. ولكن انا عايز اوصل رساله لكل العالم ولكل المصريين ولكل الجزائريين ولكل العالم. موحى دايما كان بيشيد بالمغرب وبالبنيه المغربيه وبأسود الأطلس، ودايما ربنا بيوفقني وبيكرمني. اللي عايز اوصله النهارده للعالم كله من خلال اللايف دوت، موحى المصري، موحى المصري المحب لبلده والتراب بلده بيشيد بالمغرب. موحى المصري بيقول المغرب هي فخر العرب الحقيقي بعد فوزهم ببطولة أفريقيا تحت 23 سنة. هل المصريين ولاعيبة منتخب مصر والجمهور المصري حس لحظة واحدة إن هو بره بلده، إن هو بعيد عن بلده؟ أقسم بالله أبدا. اسألوا لاعيبة منتخب مصر اللي كل يوم بتواصل معاهم، أحلى استقبال، أحسن استضافة، أحسن أخاوة بحق. هو ده اللي لازم نوصله لكل العرب. إبراهيم عادل اتواصلت معاه، قال لي أنا في بلدي مش بعتبر بلد تانية. أقسم بالله الكلام دوت. حمزة علاء حارس المرمى، أسامة فيصل لاعيبة منتخب مصر، كلهم شادوا بحبهم لمنتخب المغرب والأسود الأطلس. النهارده أنا عايز أقول للجزائر ولكل العرب، وما بكرهش حد، المغرب مش ضعيفة، المغرب مش فاسدة، المغرب أقوياء. يا جماعة الناس دي بيلعبوا وبيجتهدوا من أجل شعار الوطن، مفيش مصالح شخصية. الله، الوطن، الملك محمد السادس. أنا عايز الفيديو ده يوصل 100 و200 و300 ألف لايك. تعمل لي لايك بمناخيرك وشير في كل حتة تعرفوها، لأن هو ده اللايف اللي لازم يظهر لكل الناس. بقول لكل المصريين افتخروا، منتخبنا بيلعب ب10 لعيبة واجتهد، منتخبنا ما خسرش، منتخبنا مصر مع اخواته المغاربة في اولمبياد باريس خاوة. مش احسن من غينيا كانت كسبت البطولة؟ مش احسن من كانت الكونغو مالي غانا؟ اللي بيقول المغرب ضعيفة سجل عليا الكلام ده. المغرب تحت 23 سنة فازوا على غينيا. ايوه يا جماعة، 2-1 فازوا على غانا، 5-1 الكونغو 1-0 مالي بالضربات الجزاء. بلدي مصر وهفضل بخور ببلدي. 2-1 قلتها ومحدش صدقني. انا مش بحب المغرب شعارات، هقولها قدام الجميع. انا بعتبر المغرب بلدي
بالروح وبالعقل وبالجسد وبكل شيء. أنا مش يتيم لأن أهلي كل الشعب المغربي. عايز أشوف المصريين الجدعان الرجالة اللي هيقولوا للمغرب مبروك في الكومنتات اللي أنا شايفها، في الشير، في التعليقات، في كل شيء. خلونا نقدم رسائل حب، خلونا نقول اللي محدش قدر يقوله، خلوهم يشوفوا ويتكلموا ويتعلموا من يوتيوبر مصري بيشيد باخواته وبلده اللي قريبا هكون هناك. السفارة المغربية والمسؤولين المغاربة اللي تواصلوا وبيجتهدوا ان هم يجيبوا مصري يوتيوبر شهير اسمه موحى يكون في بلدهم. الناس دي فوق دماغي من فوق، ومهما قدم من حب ودعم مش هوفي اللي انتوا بتعملوه معايا ومع كل المصريين وكل العرب. بقول لكل الصحف، بقول لكل اليوتيوبرات، بقول لكل الوسائل التعليمية، المغرب اللي عملته محدش عمله، وهم فخر العرب الحقيقي. مين اللي عملوا منتخب المغرب؟ عشان البس تيشيرته، عشان اقول هو الاول في العالم. لو حد عمل اللي انا هقوله ده اقسم بالله لهلبس تيشيرته واشيد بيه وامشي في الشارع واتغنى. مين وصل نصف نهائي كاس العالم غير المغرب وابطال المغرب؟ مين كسب بلجيكا تاني احسن تصنيف في العالم؟ مين كسب كندا؟ مين كسب اسبانيا والبرتغال؟ المغرب وبس. مين اللي صعد اول المجموعه؟ المغرب وبس. عشان كده موحى اليتيم اللي تهاجم وتحارب النهارده صوتي بيعلو من جديد بلغه الانتصار مش التعصب، بلغه الاخوه وليس اي كلام فارغ. انا ولا موجود في المغرب ولا صحفي مغربي عشان يكون ليا مصلحه، والكلام للجزائريين اللي في بعض منهم والقليل مش قادرين يفهموا ان المغرب فخر لينا كلنا. المغرب عملت لنا اسم، المغرب احسن من المانيا وايطاليا، احسن من البرازيل. اسمعوني وافهموا، المغرب اسم عالي. مين اللي عنده سيداته في كاس العالم؟ المغرب. شبابه في كاس العالم راحوا المغرب في البطولة العربية، راحوا الجزائر وكسبوا الجزائر 3-0 ولعبوا السنغال في النهائي، ولولا الظلم التحكيمي كان شبابهم هتفوز في الجزائر بره أرضهم بالبطولة العربية. حد عمل كده غير المغرب؟ أنا مش بقول أي كلام، أنا بتكلم بالورقة والقلم وبالدليل. قولوا لي منتخب مجبورين الأطراف في كأس العالم ليه؟ عشان مغربي. منتخب المكفوفين أحسن مدرب اترشح للعالم هو وليد الركراكي. أحسن حارس مرمى ياسين بونو. أحسن باك يمين في العالم أشرف حكيمي. لسه مش فاهمين اليوتيوبر المصري الجريء المحب من قلبه اللي بيقول موحى مغربي مش مجرد شعارات، موحى مغربي مش مجرد كلام. ويا بخت اللي أهله المغرب، يا بخت اللي عنده أهل اسمهم المغرب. عشان كده أنا ما بقتش يتيم، أنا بقى أهل كل الشعب المغربي. النهاردة منتخب المغرب تحت 23 سنة يفوز أفريقيا وبياخد أخوه المصري إلى أولمبياد باريس، وبيقول للعالم كله إن إحنا خاوة. المغرب بتحب وفتح أحضانها لكل العرب للي يفهم. النهاردة عبد الصمد يا جماعة على اللعيب دوت، عبد الصمد النهاردة دوت يا جماعة. أنا حاسس
ان اشرف حكيمي حكيم زياش بيلعب، ده مش منتخب تحت 23 سنة. النهارده بلال الخنوس ينس يا جماعة. النهارده يعني الوافي المدرب عصام الشرعي اكنه وليد الركراكي، واستاذ فوزي لقشع المحب لبلده وبيتعب من اجل بلده. النهارده جمهور المغرب والساعه الكامله، النهارده قصه تدرس في التاريخ، النهارده حب وعشق يتدرس للعالم كله. افهموا واعرفوا ان موحى بيوصل رساله باسم العرب، رساله ربنا بعتها لنا، ان الناس دي والملك ده عندهم اكرام الوالدين، عندهم الله ويعرفوا ربنا، عندهم حب وشغف لشعارهم لوطنهم ما يتوصفش. ودول اللي عملوا للعرب اسم، دول اللي عرفوا ألمانيا ان العرب اقوياء. يا قطر يا سعودية يا امارات يا مصر يا جزائر افتخروا بالمغرب، وعرفوهم ان ربنا مدينا اهالي دين واهالي يعرفوا ربنا، نتعلم ونفتخر بيهم. يا محمد يا صلاح يا كل اليوتيوبرات والمشاهير المصرية، يا ولاد بلدي مصر، هم دول فخر العرب، وهم دول اللي تمثل بيهم بعد كل الإنجازات العالمية، بعد كل الإنجازات الإفريقية والعربية. الحمد لله ربنا بينصر موحى رغم تعبي والعملية اللي عاملها، رغم المشاكل اللي عندي، رغم الحروب، رغم كل شيء، ولكن دايما عندي حسن ظنكم فيا، دايما ثابت ما بتغيرش، دايما موجود بحبكم وبدعمكم. انا عارف ان اللايف متأخر وعارف ان الكلام لسه ما وصلش، لكن النهارده هفكركم، هننام ونصحى هنشوف اللايف ده بقى في كل الشعب المغربي وفي كل بيت مغربي وفي كل مصر وفي كل العالم. هيقولوا لهم اجرأ يوتيوبر واشهر يوتيوبر بفضل ربنا ثم دعمكم بيقدم اقوى رسالة نارية بعد فوز منتخب المغرب اسود الاطلس. سيري سيري يا مغرب سيري، وخلينا نفتخر اكتر واكتر بيكم يا فخر العرب. اني قدمت اهم واعظم رسالة ودايما موجود. واخر حاجة عايز اختم بيها اللايف دوت، وانا بقرب الشاشة من كل مغربي شايفني ومصدقني وحاسس بيا، هيجي اليوم اللي هكون موجود وسطيكم، هيجي اليوم اللي هكون في المغرب بالصوت وبالصورة وبالجسد، وهاخدكم بالاحضان، ومفيش قوة هتبعدنا عنكم، لكن ربنا اللي يعلم. ظروف صعبة منعاني، بس ادعولي ان ربنا يفك عليا الازمات، وربنا يريد، وان شاء الله هكون موجود في الفرصة وفي الوقت اللي ربنا يريد بيه، لان ده حلم عمري. مش عايز حاجة من الدنيا غير اني اكون وسط اهلي وناسي، وسط شعبي اللي انا بحبه بجد زي بلدي مصر هي المغرب. واخر حاجة عايز اقولها في اللايف ده، هنا سأقف قليلا احتراما وتقديرا وعشقا لأسود الأطلس صناع التاريخ. الله، الوطن، الملك محمد السادس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اضحك يا بقي.
سلام عليكم.